وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده في سهره رمضانيه ممتعه واجواء مميزه، ومعانا بقى نجوم مختلفين عن العاده وهو اولياء امور فريق بلاك هورس. نتعرف بحضرتك. نجوى حسن. والده اللاعب. اللاعب يمن محمود السيد 2013. نتعرف بحضرتك. أميرة منعم. والدة اللاعب سيف بدوي 2013. نتعرف بحضرتك. ناهد احمد. والده اللاعب اسلام محمود شهير باسه و2013. لو النهارده عايزه توجهي رساله للشعب المصري بمناسبه رمضان تقولي لهم ايه؟ كل سنة والشعب الكريم كله طيب بخير يا رب، وربنا يعيد الأيام عليكم وكلنا فرحانين بولادنا بإذن الله والشعب المصري. الاجواء السهره الرمضانيه الممتعه دي يمكن النهارده 3 رمضان وشايف فيه انفعال جميل جدا من اولياء الامور بره، والاجواء بيبقى احساسك ايه كوليه امر وابنك في الملعب؟ بتبقى عايزه تقولي له ايه؟ بنبقى مبسوطين وفرحانين بيهم. بيبقى عندنا حاجات كتير عايزين نقولها لهم وكده، بس يعني لا الحمد لله الجو كان كويس وحلو يعني. لو توجهي النهارده رساله للجهاز الفني واللاعبين واولياء الامور اللي جم ساندوا خلال المباراه بمناسبه رمضان تقولي لهم ايه؟ بشكر جدا الكابتن سكر على مجهوده مع الولاد، بصراحه بيديلهم باور عالي جدا اثناء المباريات، وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله ونحقق مركز حلو في البطوله باذن الله. ما شاء الله. يمكن فريق بلاك هورس بالفرق اللي عندنا مصنفه، يمكن هي السنه اللي فاتت خدت مركز ثاني والسنه اللي قبلها خدت البطوله. شايف ان دوري ابطال مصر احتكاك كويس الاولاد يقدروا يستفيدوا من خلاله؟ فرصة حلوة جدا للولاد ان هم يبقى في احتكاك ما بينهم وما بين فرق ثانيه، بنتعلم حاجات ثانيه، والولاد عضلهم بينشف كده في الملعب وبياخدوا وبيدوا مع بعض يعني. ربنا يخليك. شايفه مثلا الاعلى لابنك نفسه يبقى زي مين؟ كريستيانو. لو النهارده حابه توجهي رساله شكر للاعبين خلال المباراه، يمكن شايف حضرتك من ضمن اولياء الامور المتابعه على طول لفريق بلاك هورس بيبقى احساسك بتبقى ايه من بره كوليه امر؟ تبقى عايزه تقول لهم ايه؟ مبسوطه بيهم كلهم، ما بيفرقش معايا ابني بيلعب ولا لا، بشجع علي وياني وفرق كلهم، وان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب ويحققوا مركز حلو في البطوله ان شاء الله. شايف النهارده يمكن خلال المباراه يمكن ما شاء الله عاملين اجواء كويسه دوري ابطال مصر. شايفه ان النهارده خلال دوري ابطال مصر الاولاد هيستفادوا من خلاله؟ اكيد اي احتكاك في الملعب اكيد في استفاده من وراه، ايا كانت النتيجه مكسب خساره فاكيد في استفاده. نتمنى لكم التوفيق اولياء امور فريق بلاك هورس، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر البطوله ان شاء الله بالتوفيق. بلاك هورس ان شاء الله.